من ارقى المملحات اللي راح تزينوا بهم طاولتكم في رمضان هما لي ماغنوم سالي، ودرت معاهم هاد لاسوب تاع الكابويا، جات خفيفه وهايله. غير خبيو الوصفه رمضان وتبعوني. بديت بلي ماغنوم في مقله، قليت نص حبه بصل وكي تكرملت زدت لها شرائح الدجاج، انا درت نص صدر، تبلت بالملح بابريكا فلفل اسود وخليتهم يطيبوا. وجيت ندير لاسوب وين قليت نص حبه البصل اللي بقات مع الدجاج، وكي تقلاو زدت الكابويا مع البطاطا الزروديه الرند شرائح الليمون ومرقت وخليتها طيب. ونرجع للدجاج اللي كان طاب نروح نرحيه في اشوار هو بالبصل تاعو، ونفرغو في بول، نزيد له حبه بطاطا مغليه مع المعدنوس والفرماج، وانا نستعمل تاع موندور. هذا جبن ماشي تحضيره، ديت منه كميه وزدت صفر بيضه مع لا شابلور وعجنته كيما راكم تشوفوا. وفي المول تاع لي ماغنوم اللي دهنته بالزيت نشكل كيما راكم تشوفوا، ونحشي كل حبه بالفرماج، وتقدروا مام تشكلوا بيديكم. خليوها في المجمد وروحوا نديروا لا كريم. هنايا استعملت لا كريم فريش تاع موندور اللي درت لها المعدنوس والفل الكحل وطلعتها، ومن بعد زدت لها غير شويه فرماج وجات بزاف بنينه. ونرجع لي ماغنوم تاعي غطستهم في البيض لا شابلور وقليتهم في زيت سخونه. هنايا كل شيء طايب غير يتحمروا، وبعد ما بردوا دخلت فيهم لي بيك هذو، وجبت لي فيغين تاعي عمرتهم بلا صوص اللي كنت وجدتها، وحطيت لي ماغنوم، زدت شريحه فرماج مع ورقه معدنوس، والتزيين يبقى اختياري. وشوفوا لي وش الجو هايلين. نرجع للاسوب تاعي بعد ما طابت الخضره، نحيت ورقه الرند مع شريحه الليمون، زدت شويه فرماج مع كريم فريش ورحيتها. ولي بلا تاعي راهم واجدين، لازم تجربوهم في رمضان لانه بزاف بنان. وهذا ما كان.